السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرحة جميلة لمحبي اللاعب زياش المتألق دائما والمحبوب عند كل المغاربة. وانتم كتفرجوا معايا في الطبيعة المغربية الخلابة بعد هاد الأمطار الخير اللي تهطلت على بلادنا مؤخرا. غتسمعوا معايا هاد الخبر اللي قال وليد ركراكي على اللاعب زياش، وكذلك أخبار عن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة والذي يواصل استعداداته في أولى مباريات الكان لمواجهة أوغندا. المزيد من التفاصيل بعد الفاصل. إذن الكل يعلم بأن اللاعب المتألق المغربي الذي اختار المغرب واختار أن يمثل المنتخب المغربي وبكل فخر وبكل اعتزاز، وتحدى الصعاب والمشاكل مع الجامعة الهولندية والتي كانت تريده بشدة مع الجمهور الهولندي ليمثل هولندا ويلعب مع المنتخب الهولندي. والواضح تأثر اللاعب زياش بعد عدم المناداة عليه مؤخرا للعب مع المنتخب الوطني، حيث ثبت ذلك بالتعليقات التي ينشرها على حسابه في جميع وسائل التواصل وخاصة انستغرام، حيث واضح على اللاعب زياش بأنه قد تأثر وبشدة بين قوسين باللهجة المغربية. حس بالحقرة، جاتو بحال الحقرة أنه ما بقاش كيناديو عليه في المنتخب الوطني. ورد عليه الناخب الوطني وليد الركراكي مؤخرا في مؤتمر صحفي وقال: سيبقى الباب مفتوح وبشدة أمام حكيم زياش وكذلك المتألق سفيان بوفال للمناداة عليه مرة أخرى للمنتخب الوطني، ولكن بشرط العودة لجاهزيتهم والمستوى المعهود عليهما وتألقهما. أضاف الركراكي: وكان أنا كنعتمد على طريقة لعب جماعية ولا أعول على لاعب واحد، وقلت غير ما مرة بأن الباب مفتوح أمام حكيم زياش والذي كان معنا قبل 6 أشهر وسفيان بوفال قبل عامين، لذلك عليهما الاجتهاد أكثر والعودة إلى جاهزيتهما، والشرط الأساسي أن يلعبا أساسيين في فريقهما وأن يعودا إلى جاهزيتهما المعهودتان. وهذا الكلام لا غبار عليه وسأظل أقوله دائما: الباب مفتوح على مصراعيه، وليست هناك أي حجرة لأي لاعب كان، وبالأحرى اللاعب زياش المتألق والذي كان سببا رئيسيا في وصولنا إلى الدور النصف النهائي لكأس العالم المقامة بقطر مؤخرا. وفي خبر آخر، يواصل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام نظيره الأوغندي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لنهائيات كأس إفريقيا والمقامة بالمملكة المغربية خلال الفترة ما بين 30 مارس إلى 17 أبريل المقبل. إذن أشبال الأطلس خاض مساء أمس الجمعة حصة تدريبية على أرضية ملعب لانوريا بمدينة محمدية، حيث ركز الناخب الوطني نبيل باها على الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف ضمان جاهزية اللاعبين لإجراء البطولة القارية وبقوة. ويشار إلى أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة سيواجه نظيره الأوغندي يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة 10 مساء على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية. إخوتي الكرام، ما رأيكم في قرار وليد الركراكي؟ هل يستحق زياش اللعب مع المنتخب الوطني والتضحيات التي قام بها؟ ما رأيكم فيها؟ وكذلك اللاعب بوفال سفيان بوفال والمتألق في البطولة الفرنسية الآن. المرجو ترك آرائكم في التعليقات والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد وفرجة ممتعة مع هذه الطبيعة من مدينة القنيطرة في اتجاه مدينة الدار البيضاء المغربية.